السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. العائلات السورية المقيمة بالجزائر بصوت واحد: شكرا للجزائر، شكرا للرئيس تبون. حيث أشادت العائلات السورية المقيمة في الجزائر بالتضامن الجزائري الواسع مع سوريا وتركيا لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأدى إلى وقوع الآلاف الضحايا من قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير مباني سكنية بأكملها. وقالت عائلات سورية تقيم في مدينة وهران وتشتغل في مهن معينة إن المبادرة الجزائرية تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا وحتى في القطر العربي، بالنظر إلى حجم المساعدات الإغاثة المرسلة من طرف الجزائر، التي اعتبرت من بين الدول الأوائل التي كان لها الفضل في إيفاد فرقتين لأعوان الإنقاذ والتدخل للحماية المدنية، متحصلة على شارة دولية من طرف منظمة الأمم المتحدة، ومزودة بمختلف المعدات اللازمة، فضلا عن أطنان من المساعدات الإنسانية. ويرى سوريون كذلك أن المبادرة الجزائرية تعد سابقة من نوعها، لأنه لأول مرة نجد دولة عربية تساعد دولة عربية، وهو موقف ليس داخلا على الجزائر حكومة وشعبا. ومعلوم أن الجزائر كانت من ضمن طليعة الدول التي وصلت إلى مواقع الزلزال، كما أن فرق الإغاثة والإنقاذ الجزائر تتمتع باستقلالية تامة في الأكل والشرب والمبيت، وحتى مرفقي الغاز والكهرباء، وذلك لمدة 10 أيام كاملة حتى لا تكون عالة على الدول المنكوبة. وفي الأخير نقول ربي يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم إن شاء الله، وإن شاء الله تبقى الجزائر واقفة إلى إخوانها العرب والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني، الرجاء منكم الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.